السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر احمد زيدان. زي ما انتم شايفين دلوقتي بنعمل الاقماع بعد ما عملناها طبعا خط مستقيم، وكان بالنسبه لنا اول اختبار بنعملها كيرف شويه قريب من حرف الاس، بس هو على اوسع شويه طبعا عشان احنا لسه بنتدرب معانا على كل الاتجاهات، سواء وشك لقدام او بظهرك في المرايات لورا. زي ما انتم شايفين دلوقتي مستر احمد زيدان بيبدا ان هو يتحكم كويس جدا في طلعه العربيه لقدام، وزي ما كتير مننا بيعرف يسوق بيعرف يطلع بالعربيه لقدام وبيعرف يتحكم برضه في ابعاد العربيه. بس اغلبيه الناس اللي بتعرف تسوق حتى وعلى الطريق، سواء مثلا بقاله كذا سنه او لسه جديد، ممكن يكون ما بيعرفش يستخدم مرايته كويس. تلاقي اغلبيه الناس اللي بترجع لورا بيحط ايده على الكرسي اللي جنبه ويرجع عينه عشان يشوف الطريق وراه، انما احنا بنتدرب على استخدام المرايه، لانك استخدام المرايه عشان تعرف تستخدمها صح، فهتعرف تبص على الناس اللي وراك. لو حد مثلا عايز يطلع منك، لو حد بيزمر لك او بيكلكس لك فعايز يتحرك بعيد عنك، فبالتالي تقدر ان انت تفتح له مجال عشان يعرف يتحرك، وفي نفس الوقت تبقى عارف بعدك قد ايه عن الرصيف لما تبص في المرايه، وتعرف تتحكم كويس جدا لما تيجي ترجع لورا بظهرك لو الشارع كان واقف او الطريق كان زحمه، وتعرف لو انت في مكان في باركينج او ركنه تعرف تركن كويس جدا من غير ما تحتاج لاي سايس. بالعكس انت محتاج لعينك عشان تعرف تركز كويس جدا علشان تعمل تدامج، او ان انت تبقى عينك ماشيه مع ايدك مع رجلك، فيبقى عندك المقدره الكامله ان تتحرك العربيه في اي مكان من غير ما تحتاج لحد يقول لك تعالى يمين او شمال او ارجع لورا او اطلع لقدام او اقف او كفايه كده. زي ما انتم شايفين معانا مستر احمد زيدان، ما شاء الله عملها كويس جدا جدا، وبيعدل ايده خط مستقيم عشان طالما طلع من الاقماع مش محتاج ان هو يكسر، لانه شايف ان الطريق وراه خط مستقيم. نتمنى له التوفيق، وان شاء الله نخش على التحدي اللي بعده، وما شاء الله مستواه ممتاز، ونتمنى له كل الخير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر احمد زيدان. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الاختبار بتاع التخطي او التجاوز من عربيه لعربيه او التجاوز من حاره لحاره، بس طبعا بنعمله من على قريب شويه، اللي هي بنبقى عاملين مسافه الامان وبنقدر ان احنا نظبطها. ان احنا شايفين القمع اللي قدامنا ده بالنسبه لنا الكاوتشات، هنخش نلف ونرجع نعملها تاني. اللي احنا شايفين بالنسبه لنا الاقماع اللي قدامنا ديت بالنسبه لنا هي كاوتشات العربيه اللي قدامنا، فبالتالي محتاجين ان احنا نشوف الارض اللي هي بين الكاوتشين عشان اقدر ان انا اظبط المسافه بتاعت الامان بتاعتي. بمجرد ما اظبطها ببدا ان انا بعمل ايه، ببدا ان انا اخد الرياكشن على طول، بلف الدركسيون بتاع العربيه وان انا بضرب اشاره علشان ابقى معرف الشخص اللي ورايا ان انا خلاص هبدا ان انا اكسر في الحاره بتاعته واخش عليه. زي ما انتم شايفين دلوقتي مستر احمد زيدان بيبدا ان هو يلف اتجاه العربيه علشان بيعملها بالاتجاه المعاكس. دايما بنعملها من الاتجاهين علشان نبدا ان احنا متاكدين مليون في الميه ان العميل يقدر يعملها من اي جهه، سواء من الجهه اليمين او من الجهه الشمال. طبعا احنا عملناها دلوقتي الجهه الشمال ان هو بيكسر عميل ناحيه الشمال، دلوقتي هيعملها ناحيه اليمين. طبعا ده بالنسبه له لان هو اللي سايق. زي ما انتم شايفين دلوقتي مستر احمد زيدان بيبدا ان هو يظبط وش العربيه مع الاقماع اللي قدامه خط مستقيم، وفي نفس الوقت ماشي بهدوء عشان يشوف مسافه الامان بتاعته. مسافه الامان بنحتاجها جدا كمان لما بنبقى ماشيين على الطريق، علشان ما ينفعش نبقى ماشيين في زحمه ونيجي نخبط في العربيه اللي قدامنا او نكسر مسافه الامان فيجي اللي ورانا يخبط فينا ونخبط في اللي قدامنا. زي ما انتم شايفين ممتاز جدا 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 مستر احمد زيدان. نتمنى له طبعا التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر احمد زيدان. هنبدأ نعمل الركنة العمودي على رصيف. يلا يا مستر احمد، يلا بينا.
زي ما انتم شايفين دلوقتي معانا مستر احمد زيدان هيبدا يطلع من الاقماع. لازم طبعا الهدف اللي بيلف عليه او ان القمع اللي جنبه او العربيه او الطريق او الاسفلت او الرصيف اللي بيلف عليه لازم يكون معدي نص العربيه، عشان لما يلف عليه ما يجيش الرصيف ده يدخل تحت العربيه او يخبط العجله اللي ورا او يخبط العربيه عندي. زي ما انتم شايفين دلوقتي معانا مستر احمد زيدان بيبدا ان هو يتحكم كويس جدا في ابعاد عربيته. طبعا المسافه عاملها له ضيقه علشان يقدر يظبط معاها الابعاد والسرعه وسنه الدركسيون ونظره عينيه. ليه؟ عشان اعمل تناغم بين عينه وبين ايده ورجله. احنا بنديك الثقه في النفس قبل ما بنعلمك السواقه، بعلمك ان انت تتحكم في العربيه لوحدك. زي ما انتم شايفين انا بصور من بره، مش محتاج ان انا افضل قاعد جنبه وافضل اقول له حاسب وبالراحه ولا ومش عارف ايه وامسك الدركسيون وافضل اربكه والكلام ده كله. لا، انا بديله الثقه الكامله ان انت اللي بتتحكم في العربيه بنفسك من غير ما انا اكون قاعد جنبك، عشان لما تركب عربيتك او تطلع على الطريق تبقى ثقتك في نفسك عاليه، ما تكونش متوتر ولا قلقان، وتبقى واثق من نفسك مليون في المية ان انت هتقدر تسوق بدون اي مساعدة حتى لو انا مش قاعد جنبك. طبعا هو بيقدر يبص على المراية بتاعته ان هي يكون ظاهر معاها القمع. زي ما انتم شايفين لازم الحركة تكون بطيئة جدا مع العربية المانيوال دي بالذات، علشان يقدر يظبط معاها السنة بتاعة ظهر العربية ونظرته للمراية، سنس الدريكسيون، سنس الدبرياج معاه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله بيقدر ان هو يبص كويس جدا جدا. بيبص على المرايه بتاعته، لقى ان القمع اللي ورا عنده مختفي، فبالتالي هيبدا يطلع قدام عشان يظهر عنده في المرايه اليمين. بدا يبص في المرايه عنده واحده واحده، لقى ان عنده القمع برده لسه مش ظاهر، محتاج ان هو يطلع قدام يمين، محتاج ان هو يخش قدام واحده واحده. طبعا انا قاعد من بعيد ولا بشاور له ولا بقول له خش قدام ولا ارجع لورا ولا اي حاجه، انا بتفرج عليه من بره، عشان احنا جايين نتعلم وجايين نغلط. في حين ان هو ما ينفعش حد يقول ايه لا انا خايف اغلط، انا قاعد متوتر، انا قلقان. لا، احنا جايين نغلط. اغلط وتعلم من غلطك، تتعلم من غلطك معانا احسن ما تتعلم من غلطك في عربيتك بنفسك لوحدك. لا، ده هيسبب لك عقده وهتلاقي نفسك عندك فوبيا وعندك رهبه وعندك خوف وتنشنه من السواقه والكلام ده كله. انما لما تيجي تتعلم معانا باسلوب ممنهج بخطوات ثابته، فبالتالي بتلاقي نفسك انت بقيت مميز، تقدر تعمل اي حاجه في اي مكان بعربيتك او بعربيه اي حد. فزي ما انتم شايفين طبعا الزاويه معاه ضيقه جدا، بيقدر على قد ما يقدر ان هو يظهر القمع. طول ما هو مش ظاهر بيقف ويطلع قدام تاني، طول ما هو مش ظاهر يقف ويطلع قدام تاني. ليه؟ انا بعملها ضيقه علشان اعرف السنس بتاع التحكم بتاعه. لما يقف في قلب الزحمه هيعمل ايه؟ لما يقف لوحده في قلب ركنه تحت جراج تحت العماره هيعمل ايه؟ لما يقف في مكان على طريق سريع معهوش سايس عايز يركن في اسرع وقت ممكن هيعمل ايه؟ فزي ما انتم شايفين احنا بندرب الاول ان هو ياخد الثقه وياخد الجرأه ويعرف يتعلمها ازاي. يعملها بالراحه بس مره على مره لما يتعلمها هيلاقي نفسه ان هو بيعملها كويس جدا. دلوقتي هو القمع اللي ورا عنده مختفي شويه، فبالتالي محتاج ان هو يظهره. هنبص مع نظرة المراية عشان نشوف هو شايف ايه. طبعا هيبدأ ان هو يرجع، لازم يكسر الدركسيون عشان يظهر معاه القمع اللي في الجنب. ظهر لا الابعاد متساوية، هيبدأ يعدل الدركسيون ويرجع واحدة واحدة عليه، يظبط الزاوية بتاعته. ظبطها، بدأ يظبط الدركسيون، هي داخلة مايلة شوية بس ما خبطش فيها ولا قمع. يبدأ يرجع تاني، بص الناحية التانية. زي ما انتم شايفين بيبص كويس جدا جدا في المراية بتاعته يمين وشمال عشان يقدر يركز ان هو يدخل العربية بين اليمين. هو المفروض هيقف هيبص الناحية التانية تمام، العربية بعيد تماما عن الإقماع. عملها ممتاز جدا، نتمنى له التوفيق ونخش إن شاء الله التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر احمد زيدان. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الركنة الموازي للرصيف. طبعا احنا في البداية هنحتاج ان احنا نطلع العربية ما بين الإقماع اللي هي بالنسبة لنا عربية قدام وعربية ورا.
طبعا زي ما انتم شايفين ان العميل بيركز كويس جدا ازاي على زاويه مرايته مع الاقماع ومع الرصيف. دايما الحركه بتاعته بتكون هاديه جدا. طول ما انت ماشي هادي، طول ما انت بتعرف تتحكم في كل حاجه في العربيه، في السرعه بتاعتك، في نظره عينك، في حركه ايدك، فبالتالي انت اللي متحكم في العربيه، مش العربيه هي اللي بسرعتها اللي بتتحكم فيك. فبالتالي طول ما العربيه بتتحكم فيك، طول ما في عندك اخطاء كتير. وزي ما انتم شايفين دلوقتي مستر احمد زيدان بيبدا ان هو يطلع من الركنه بكل سلاسه. قدر ان هو يطلع، في عربيه تعدي تمام. هيبدا ان هو يظبط ظهر العربيه بتاعته مع الاقماع بتاعتنا خط مستقيم. زي ما انتم شايفين دلوقتي هيبدا ان هو يرجع بظهره واحده واحده لحد ما يظهر عنده القمع المرايه اللي هو مركز جدا عليها. بعد كده هيبدا ان هو يعدل ايده عشان ظهر العربيه ما يبعدش خالص عن الاقماع اللي احنا داخلين فيه. زي ما انتم شايفين دايما طول ما انت مركز جدا 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 معايا في التدريب، تخيل هتبقى عامل ازاي لما تطلع ان شاء الله على الطريق. لانك طول ما انت اتدربت صح، طول ما انت اساسياتك صح، فبالتالي هتطلع على الطريق من غير ما تخاف، من غير ما يبقى فيه رهبه ولا يبقى فيه خوف. ليه؟ لانك انت بقيت متمكن من نفسك، بقيت واثق ان انت ما عندكش اي غلطه، لانك ايه؟ اتدربت صح، اتدربت 100%. فبالتالي طول ما احنا بنقسى عليك في التدريب، ده بينفعك انت في حياتك العمليه لما تمشي بيها لوحدك، لما تمشي بعربيتك ما تبقاش خايف عليها. اللي احنا بنبقى دافعين فيها الافات، فبالتالي بنبقى خايفين جدا جدا ان هي حتى تتخدش. زي ما انتم شايفين مستر احمد بيبدا ان هو يركز، يطلع قدام سنه سنه ويبص في الزاويه بتاعه المرايه عنده. مجرد ما الزاويه عنده بتفتح ورا، يبدا ان هو يرجع ويكسر الدركسيون كله واحده واحده. بس مش بس كسره الدركسيون اللي بتبقى مظبوطه، لا، سرعه رجله. لان لو سرعه رجله جريت، العربيه هتطلع فوق الرصيف. وعينه لو ما جابتش الزاويه بتاعته كويس، برضه الزاويه بتاعته باظت. فزي ما انتم شايفين دلوقتي معانا مستر احمد بيركز كويس جدا. طبعا انا حاطط له قمع ورا عشان يبقى جنب الكوتش، يبقى شايفه ان هو جنب الرصيف، وفي نفس الوقت يقدر يحدد ابعاده كويس مع المرايه. زي ما انتم شايفين بيطلع يا دوبك ملي ملي قدام وملي ملي ورا، بس طبعا مع كسره الدركسيون واختلاف الزوايا يمين وشمال علشان يقدر يحدد صح دخلة العربيه في المكان الصح. التدريب معانا بيجيب نتيجه لو انت معانا، وبرضه لو انت لوحدك، عشان تقدر تتحكم كويس جدا في زاويه العربيه مع نفسك ومع اي حد تقدر تتحكم معاه. كده هيبدا ان هو يطلع سنه، هيحس ان هي ايه؟ بتخبط في الرصيف، فهيعدل ايده اوتوماتيك. اهو بدا ان هو يعدل ايده واحده واحده. ايوه تمام. احنا نبص كده، ايوه هنبص على الجنب بتاع العربيه، بدا ان هو ظبطها كويس جدا و100 100. زي ما انتم شايفين قدر ان هو يظبطها قدام وظبطها ورا، ممتاز جدا جدا جدا. نتمنى له طبعا التوفيق ونخش ان شاء الله على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر أحمد زيدان. زي ما احنا شايفين دلوقتي ماشيين على الطريق السريع، على الطريق الدائري مع آخر حصة معانا. ما شاء الله بعد ما بقى مستواه ممتاز، ما شاء الله ماشيين كويس جدا على الدائري. عايزين بس نهدي شوية يا مستر أحمد. معانا دلوقتي مستر أحمد هيحب يقول الريفيو بتاعه. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ المستر خالد الله يبارك له ويديه الصحة والعافية. أنا ما حطيتش رجلي على عربيات قبل كده أبدا. أنا علمني من أول حصة لآخر حصة دني ماشي على الطريق السريع. والله يديه الصحة والعافية وناس زينة والله العظيم، بيعلموك وبيفهموك كل صغيرة وكبيرة. المدة بتاعت الأربع أيام كانت كافية ولا في؟ والله يبارك لهم، والله كافية ومية مية. حاسس إن أنت ما استفدتش بحاجة أو في حاجة محتاج تراجعها؟ استفدت كل حاجة. استفدت أولا الميكانيكا، جميع الميكانيكا كلها في العربية وجميع الأعطال من الصغيرة الكبيرة علموها لي في السواقة. ما خلوش ولا حاجة ولا ما قصروش معايا في حاجة. الله يديهم الصحة والعافية. الله يكرمك. ماشي يا مستر كان خالد. في أي تقصير مننا أو في أي حاجة؟ الله يدي الصحة والعافية يا مستر خالد. اللي يجي تحت يد المستر خالد يعتبر نفسه طيار مش سواق. الله يدي الصحة يا رب. الله يكرمك، الله يخليك. نتمنى لك ان شاء الله التوفيق، ونشوفك ان شاء الله بعربيتك معانا باذن الله على الطريق السريع باذن الله. السلام عليكم.